ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد حلو قوي قوي. في اكله النهارده يا جماعه انا بحبها جدا جدا جدا. احنا عملناها قبل كده بس ما كناش عملناها مظبوط، فالنهارده بقى هنعملها. ايه، الفيديو كان المره اللي فاتت باظ كده في الاخر فما عرفناش نظبطها معاكم، فالنهارده هنبتديها. ابتديناها، جبنا حلتين على النار. اول حاجه وحشتوني جدا جدا عشان نسيت اقول لكم. وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله هنتابع مع بعض حاجات كتير الفتره الجايه. اول حاجه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وحطي لايك للفيديو. يلا نبتدي بقى. اول حاجه جبنا حله وجبنا طاسه. الحله هنحط فيها، هنقطع فيها بصله دلوقتي، والطاسه دي برضو معانا شويه بصل كده نضفناهم وغسلناهم وجبناهم. بنخرطنا هنا بصلتين في قلب الطاسة، بصلتين وسط يعني مش كبار، فعشان كده خليناهم 2. وفي الحلة المصغنطوطة بتاعتنا دي هنقطع بصلاية حلوة واحدة كبيرة. بصوا يا جماعة، انا مش بحب ضرب الكبة، فعشان كده مش هتلاقوني بعمل فيها حاجات كتير، عشان انا بالنسبة لي ان انا اضرب الحاجة في الكبة ده معناه ان انا بفرم البصل، فبحبه في التتبيلات قوي، ان انا بتبل حاجة مثلا، لكن ما بحبوش في الاكل. ما بحسش بطعم البصل في الاكل فيه، فعشان كده بحب اقطعه على ايدي. وبعدين انا ما بعملش كميات كبيرة قوي يعني، فعشان كده بعمله على ايدي تمام يعني شغال. في الحلة هنقطع قرن فلفل اخضر كده حامي محترم، لو انتي بتحبي الحاجة السبايسي، وده بصراحة لازم يكون سبايسي، يعني هو لو ما فيهوش سنة السبايسي دي مش هيبقى طعمه حلو. وبرده على البصل قطعنا واحد برده كمان، برضه عشان يديله طعم. وهنقطع عليه فلفل الوان، لو عندك فلفل الوان قطعي اصفر احمر كده، ايه مش قرن كبير برضه يعني، قطعي نص قرن كده ولا ربع قرن كده، بيديله تطعيمه حلوه قوي، وبيديله كمان لون حلو قوي. هنا برضه هنقطع على التاني حته برضه صغنطوطه كده. الاكل بتاعنا النهارده حارش قوي قوي، كنا معايا بتاع نص كيلو لحمه مفرومه كده، حطيناه مع بعض في قلب الطاسه. وهنبتدي بقى ايه، هو كان متجمد يعني، انا مكنتش مطلعاه من قبلها بفتره من الفريزر فكان متجمد. وهنا حطينا معلقه زبده، عشان هنا احنا محتاجين يبقى في تطعيمه الزبده في قلب التقليه دي. وهننزل عليها بقلب الطماطم كده ونسيبها بقى تعيش مع نفسها. بس احنا الطماطم بتاعتي، او هي الطماطم اليومين دول مش حمرا يا جماعه، فانا جبت ايه بقى، معلقه صلصه كده من برطمان الصلصه عشان تخلي التسبيكه بتاعتي دي حمرا قوي. وهنتبلها بقى، التوابل اللي بنحطها هنا هي اللي نحطها هنا: كمون، ملح، فلفل، آه شطة، 7 بهارات بس. وهنسيبهم بقى ايه، دي تعيش مع نفسها لحد ما تتعصج. هي دي متهيألي بالنسبة لي كانت اتعصجت، ودي هنسيبها تعيش مع نفسها لحد ما تتسبك وتتقل وتبقى ايه، خلاص بقى جابت اخرها، يعني تتسبك تسبيك محترم. تمام. هنا كان العصاق بتاعي فك خلاص، ويعتبر ايه، مجرد ما اللحمة بتاعتك كده تلاقيها خدت اللون بتاعها البني ده، اعرفي ان هي كده خلاص. يلا بقى بينا نرص الجلاش بتاعنا. كانت صينية جلاش يا جماعة، وكان شوية اكل يستاهل بقكم. بنعتذر بقى انا كحة، يومين تعب وعيا وحاجة نيلة خالص، والولاد والله تعبانين جدا جدا، ربنا معانا كلنا والله الفترة دي. اليومين دول الجو سقع قوي. خلينا في الجلاش. طبعا احنا بنجيب الجلاش زي ما انتي عاوزة بقى، عايزة الصينية مدورة، عايزة الصينية مربعة، عايزة الصينية مستطيلة، اللي انتي عاوزاه اعمليه. انا كنت عايزاه مدورة، فانا طبعا ما بحطش ورقة الصراحة، انا بحط ورقتين ورقتين. وهي الصينية بتاعتي كانت كبيرة ما كانتش صغيرة، فلما جيت اقيس عشان اقطع الجلاش لقيت نفسي هقطع حواجات صغنونة قوي كده وجوانب صغننة، فقلت لا، هتنيها في قلب الجلاش كده، فتبقى ايه، في قلبه كده متنية على نفسه، وتطلع طبقة محترمة كده، فالجلاش يطلع لي ايه، طبقة محترمة كده من الجلاش. نزلت بالعصاج بتاعي بقى في قلب اللحمة، في قلب الجلاش في النص، وهبتدي اكمل رقاية الجلاش بتاعتي. بس الرقات اللي من فوق دي بقى مش هطلعها، هتنيها من فوقيها، هقوم منزلها لتحت عشان شكل الصينية بتاعي يبتدي يظبط معايا شوية، يعني يبقى شكل الصينية بتاعك يبقى ايه، يبقى مظبوط. وهنرص برضو لفات الجلاش كلها، خلصناها نبتدي بقى نقطع الجلاش بتاعنا.
طبعا في الاخر كده برش على الوش كده معلقه سمنه اللي هو فرشه كده. ولا يا جماعه انا السمنه دي سيحتها ومخدتهاش كلها، يعني يعتبر كانت معلقتين 3 ومخدتهمش كلهم. بس وقطعنا بقى الجلاش. طبعا انتي بتقطعي الجلاش قبل ما تحطي عليه البيض واللبن والكلام ده، لازم يتقطع عشان الحاجه بتاعته تخش جواه كده فيطرى ويبقى حلو كده معاكي. هنا بقى ضربت بيضه الاول، بضربها الاول مع شويه فلفل اسود وملح، وبعد كده بقوم نازله عليها باللبن وبقلبهم مع بعض تقليبه وبنزل بيهم على الصينيه بتاعتنا. بس هنا طبعا ايه، انا الصراحه بحط الحاجات دي من قبلها بشويه، يعني ما بحطهاش يعني ما بحطهاش لما بيطلع من الفرن والكلام ده، لا. هنا بقى الصراحه انا كنت بحاول اعمل خدعه لبنتي، بس طبعا ما اتخدعتش فيها، بس عادي يعني كان طعمه حلو قوي. عملت بقى الوش بتاعه وش بيتزا. قطعت طماطم، فلفل، زيتون مخلي عندك، جبن بقى اي جبن مشكله، حطي موتزاريلا، كل الكلام ده اعملي وشه بقى زي وش البيتزا كده. كان شكله تحفه 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 وطري وجوسي وحلو قوي. هنا التسبيكه بتاعتنا كانت خلاص بقى جابت اخرها وتسبكت على الاخر. نزلت عليها بكيس خضره كده من الفريزر كان عندي، ونزلت عليهم بشويه، غسلت بتاع نص كيلو رز تقريبا او كيلو الا ربع من الرز، اني حطيت شويه كمان. تمام. وقلبتها عشان تبقى حمرة كده وجميلة. بصوا بقى معلقة الصلصة الصراحة هي اللي عملت ظبطت اللون كده، لان الصلصة اليومين دول الطماطم اليومين دول مش حمرة خالص يا جماعة. فهاتي لك برطمان صلصة كده، يعني اضربي القوطة، هي مش غالية برضو الصراحة، فهتجيبي تضربيها وتحطي معلقة معلقتين يخلولك الطبيخ بتاعك لونه حلو. قبل ما نروح نعمل اللي هنعمله اللي هو هنحشي الممبار يعني، حطيت حلة على النار، لان كده كده انا الصراحة حشو ما بياخدش معايا وقت، وهي ما كانتش كمية كبيرة خالص، هو كان كيلو فما كانش كمية عندي كبيرة، فايه حشيته وسبت، يعني سبته على النار، قلت الحلة تغلي عقبال ما انا اخلص حشو تكون الحلة بتاعتي غليت. بس وابتديت احشي بقى في الممبار. لو خدتوا بالكم انا بحشي، بصوا بحبه مهوي كده بس، وانزل بيه تحت لحد ما تبقى ايدي كده ايه ماسكاه كده متهوي، مش مكلكع كده ومنفوخ، لا هوي، لان الرز ده طبعا بيزيد في قلب الممبار فبيخلي الممبار ايه يتخن كده. بص بس هنا طبعا حاولت احشي معاكم كام واحد كده عشان اوريهم لكم، اوريكم شكله في الحشو يعني بنحشيه ازاي. انتي مش عارفه تحشيه وهو طويل عادي جدا، قصقصيه. هنا كان طويل، يعني كان طويل وانا بحشيه شويه، فكنت بحشي من الجنب ده شويه وارجع احشي من الجنب ده شويه. انتي حابه او مش عارفه تحشيه وهو بالحجم ده، قصيه عادي على طول الصباع اللي انتي هتستعمليه مثلا قصقصيه. بس هنا وابتديت احشيه بقى طبعا لحد ما نخلص الكميه بتاعتي كلها. وطبعا احنا حاطين الحله بتاعتنا على النار تغلي، الحله بتاعتنا هتغلي. احنا هنا طبعا كبرنا الحله لان انا لقيت الكميه بتاعته ايه، انا كنت فاكراهم شويه صغننين يا جماعه، طلعوا شويه حلوين. رحت مكبره الحله بقى وغليت، رحت منزله فيها فصلايه طماطم، بصله، قرن فلفل اخضر حامي، طبعا كل ده الحاجات دي مغسوله بس عشان بحط الفلفل كده فبس هو مغسول، ورق لوري وحبهان ملح. بهاري الشوربه بتاعت الممبار عشان الممبار نفسه يبقى طعمه حلو. الممبار بتاعك لما تلاقيه من بره ملوش طعم او تحسي ان هو، انا محدقه الصلصه بس هو ملوش طعم ماسخ مثلا من بره او مايع، ده عشان انتي محدقتيش الشوربه، لان الشوربه بتحتاج تتحدق، لان هو بيتسلق جواها فبيشرب منها، فطبيعي لازم تبقى متحدقه ومظبوطه في الحدق بتاعك. هنا بقى تعالوا نعمل اكتر سلطه بعشقها جنبه. السلطه اللي بحبها جنبه هي سلطه الزبادي بالخيار. بشرنا خيار الكميه اللي انتي عاوزاها طبعا على حسب كميه الزبادي. بشرت كام خياره، بعد ما بتبشريهم لازم يتعصروا، بتعصريهم كويس جدا، لازم تنزلي منهم المية خالص بتبقى ناشفة. هنعصرهم خلاص كده اتعصروا نشفناهم، بقوا ناشفين خالص مفهومش اي مية. هبتدي انزل عليهم بقى بعلبة زبادي، انا كان عندي يعتبر علبة زبادي ونص، حطيتهم الاتنين ونزلت بحتة توم صغنونة خالص بس ادتني تطعيمة حلوة قوي لسلطة الزبادي. في ناس بتحط النعناع بس انا صراحة ما جربتش، والثوم كان اول مرة اجربه وعجبني، بس عشان انا بحب نكهة الثوم، لو انتي ما بتحبيهاش ممكن ما تضايقك مثلا، لكن هي كانت حته صغننه خالص خالص فما بانتش يعني.
وبيبقى حلو قوي يا جماعه بالزبادي البلدي، عشان الزبادي البلدي دسم كده، بيبقى بخير وكده، فالسلطه بتاعته بتبقى حلوه قوي. بس وهتدقي بقى ملح وفلفل وكمون، وقومي قلبه. متحطيش كمون لان الكمون مش لطيف مع الزبادي، حطي ملح وفلفل وشطه وقلبي بقى. احلى سلطه ممكن تاكليها جنب الممبار يا جماعه، بحبها جدا جدا جدا. انا بغمس الممبار في قلبها كاني باكلها هي، مش باكل الممبار. بس طبعا الحله دي كان فيها حبه محشي كده، مامتي وهي جايالي اخر مره يعني جابت لي معاها حله محشي كده، كرنب وكوسه، هي حشياهم ومظبطاهم، قلنا نسويهم بقى مع الاكل النهارده. بس طبعا هنا بقى ابتديت قليت بقى الممبار، انا بحب اللون بتاعه ده كده قوي. بس هنقليه بقى ونخلصه. هنا كان الجلاش بتاعنا طلع من الفرن، كان قمر قمر قمر، كل اللي دقه عجبه جدا جدا جدا. بصوا بقى، حتى كمان اللون من تحت مظبوط واللون من فوق مظبوط وحلو جدا. شغلي الفرن بتاعك، لو الفرن والشعر ملوش مع بعض شغلي الفرن يستوي من تحت، وتلاقي الجناب بتاعته اتحمرت، قومي مسويه من فوق. هنا بقى كان الاكل بتاعنا استوى، تحفه تحفه تحفه. متنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد، وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، ومع السلامه.